انرجي في بي ان انليميتد ماستر، تطبيق للفي بي ان. لو مهتم باخبار التطبيقات، وظيفة كل تطبيق، مزايا وعيوب التطبيق ده حقيقي ولا فيك، تحمله ولا ما تحملوش، فانصحك ان انت ما تحملش انرجي في بي ان. التطبيق دوت المفروض ان هو وظيفته ان هو يفتح لك اي موقع اخباري مقفول في بلدك، يفتح لك اي تطبيق مقفول او مش مخصص لبلدك، زي فيسبوك في الصين مثلا مش مخصص في الصين، فبتفتح في بي ان بيشتغل معاك الفيسبوك وانت في الصين عادي جدا وكأنك عايش في امريكا. وفي اي دولة بقى من الدول دي كلها، كل دولة عاملة حظر، طب الدولة التانية مش عاملة نفس الحظر، فبيفتح اللي انت عايز تفتحه من اي مكان في العالم بمجرد في بي ان. بس التطبيق دوت ما انصحكش انك تحمله، لانه هو كله اعلانات ومش شغال ووظيفته كاملة زي ما هما بيقولوا. يعني تيجي تلاقي خبر محظور، تيجي تفتحه ما بيفتحش معاك رغم ان انت فاتح في بي ان، فلازمته ايه بقى؟ لكن لو انت عايز تطبيق في بي ان كويس، سكيور في بي ان، سكيور في بي ان، التطبيق دوت محمله اكتر من 100 مليون مستخدم، في بي ان مجاني، تقدر تعتمد عليه انك تفتح اي لعبة او تشتغل اونلاين او تخفي الاي بي ادريس بتاعك، او ان انت تفتح اي موقع اخباري مقفول او لعبة او تطبيق. شير ولايك وسبسكرايب لو ما كنتش تعرف التطبيق، واستناني تاني في تطبيق جديد في قناتكم.